من بيروت ينضم إلينا الآن النائب في البرلمان اللبناني الياس حنكش. سيادة النائب أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلة. إذا تابعنا طوال اليوم التطورات العسكرية في المنطقة الحدودية سيادة النائب، بداية من الروايات المتضاربة والمتناقضة الإسرائيلية ومن حزب الله حول ما جرى، ضربة استباقية أحبطت كل هجوم حزب الله أم هجوم ناجح من حزب الله فعلا؟ ولكن استمعتم لخطاب حسن نصر الله وعلى الغالب كذلك لتصريحات نتنياهو وجالنت. هل تعتقد أن التهديد بحرب شاملة على لبنان انتهى؟ طبعا انتهى، وأنا برأيي ما كان ولا محل في خطر جدي بهذا الموضوع. من الأول في ضبط وفي سقف معين، وكأنه هناك اتفاق على عدم تخطي هذا السقف بين حزب الله وبين إسرائيل. هذا يمكن لمصلحة لبنان والمنطقة أنه تتحيد، ولكن كمان هناك الكثير من الضحايا والكثير من الدمار والكثير من الأضرار الاقتصادية تكبدت لبنان. وهذا المشكل أنه اليوم نحن فتنا بحرب استنزاف للاقتصاد اللبناني ولمستقبل هذا البلد وللجنوبيين في لبنان، بالوقت يلي ما عم بتقدم ولا تأخر، ولا عم تقدر تساعد ولا عم تقدر تساند مثل ما سميت هذه الحرب من لبنان القضية الفلسطينية أو أطفال غزة أو الفلسطينيين. بالعكس، وكأنه في جارك عم يحترق بيته، بتقومي أنت بتحرق بيتك كمان وما بتزيدي ولا بتنقصي من حمايته. وبالتالي نحن علينا من الأول نرجع بنقول أنه علينا ضبط قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، يكون الكل مشارك بهذا القرار، ويكون الجيش اللبناني فقط هو المدافع عن هذا البلد فقط لا غير. لا ميليشيا بتأتمر من بلدان من إيران وغيره من خارج الحدود، ولا أي مجموعة بتعتبر حالها مقاومة بتستعمل لبنان كمنصة صواريخ وبتعرض لبنان والمدنيين في لبنان إلى الموت وإلى الدمار. نعم، وهذا ربما يتطلب نقاش كبير حول ترتيبات على المنطقة الحدودية. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن قبل ذلك دائما في إطار ما جرى صباح اليوم وتطورات والتصريحات لاحقا، حينما يقول حزب الله أنه رد على اغتيال فؤاد شكر وأن هذا الأمر انتهى ورد كان مدروس لكي لا يؤدي إلى حرب شاملة، يبعث هذا التصريح بإشارات ما إيجابية للداخل؟ هل تؤمنون بأن حزب الله ربما لاحقا في مسألة التوتر الحدودي سيكون أكثر اتساقا مع الموقف الحكومي أو الرأي العام اللبناني؟ يعني بنتأمل أنه حزب الله يعود إلى لبنانيته، وهذا خطاب حزب الكتائب ورئيس حزب الكتائب يلي دعاه من الأول إلى وقف هذا التعالي وهذه الفوقية والجلوس على طاولة مع اللبنانيين الآخرين للتفكير ماليا بمستقبل هذا البلد، ونقدر كلنا سوا ناخذ مسؤولية ونقول ايه نعم بدنا نحيد هذا البلد، وما يضل حزب الله وبلسان امينه العام بيقول انه سلاحه وتدريبه وماله بيجي من ايران. بالتالي هو كل شيء عم يعمله اليوم هو ورقه تفاوض لايران سيد الياس تحسين شروطها مع المجتمع الدولي. فيما يتحدث عن ان الرد انتهى، اقصد حسن نصر الله، عن الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى، ولكن في المقابل دائما ما يتحدث حزب الله منذ البدايه بان هذه الجبهه جبهه اسناد لغزه، وكنت اشرت الى هذه النقطه. هذا لا يعني ربما بان التوتر في المنطقه الحدوديه سينتهي والرد فقط على اغتيال فؤاد شكر انتهى. طبعا انا ما بعتقد اصلا بتنتهي هيك الامور، ولا حزب الله بيقرر انه تنتهي ولا اسرائيل بتقرر تنتهي. في توتر كبير بالمنطقه، وبعتقد بعد ما وصلنا للجلوس الى طاوله التفاوض، ولكن هذه الحرب ستنتهي بتفاوض مباشر او غير مباشر وبالتزام اتفاقيات مثل اتفاق 1701. ولكن نحن ليش عم نفوت بهالعناء كله اذا اخر شيء بدها تروح الامور على الطاوله؟ وصراحه اذا هو اصاب وكان اصاباته هالقد مهمه وكبيره، ليش ما بدها ترد ساعتها؟ يعني كيف قرر انه هذا الموضوع خلص هون ووقفت؟ مين قال انه اسرائيل ما راح ترجع ترد اذا عن جد في اصابه بالغه؟ واذا ما في اصابه بالغه، لكن نحن كل يلي عم ينحكى بالاعلام هو تشويه وتضخيم لانجازات وهميه نعم. ممكن ما صابت اهدافها، والعكس صحيح كمان. وانا كمان ما بصدق الاعلام الاسرائيلي اللي كمان
في امور بيحكون ما بيكونوا واقعيين، وتهديدات شفناهم من الاول، وساعه بيطلع ما بعرف مين بيقول سندمر بيروت، وساعه يعني كمان في تهويل وفي حرب اعصاب. ولكن الاساس بيضل انه هذه حرب ما بنعرف كيف رح تخلص. فتنا بنفق مظلم جدا، وعلينا الخروج منه، وعلى حزب الله الالتزام بما هو مصلحه لبنان فقط لا غير، ويكون لبنان هو الاولويه فقط لا غير. نعم، سنعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني فقط أشير لهذه الأخبار العاجلة المتعلقة دائما بالتطورات في قطاع غزة. هذه المرة الصفقة المحتملة أو المنتظرة مع هذا التفاوض الذي يجري في القاهرة. إذن حركة حماس تقول إنها تجدد رفضها للمقترح الإسرائيلي بشأن التوصل لوقف نار في قطاع غزة. كذلك حركة حماس قالت إن هذه الصفقة التي يجري الحديث عنها أمريكيا أو من قبل بايدن الرئيس الأمريكي تحديدا عن هذه الصفقة الوشيكة هي لأسباب انتخابية فقط. حماس تقول متمسكون بالمقترح الأمريكي بشأن وقف النار في غزة ونرفض شروط إسرائيل الجديدة. المقترح الأمريكي الذي كان مرر عبر مجلس الأمن والذي تحدث عن الكثير من النقاط المتقدمة وكان قبل من قبل حماس منذ البداية، ولكن إسرائيل هي من رفضت هذا المقترح وقالت إن المقترح كانت فيه بعض النقاط غير الدقيقة. إذن حماس تقول إنها متمسكة بالمقترح الأمريكي ولكن ليس بالتعديلات أو الإضافات أو المقترح الإسرائيلي. إذن سنعود لنقاش هذه التطورات في غزة في الساعة الثانية من الأخبار الليلة، ولكن دائما لبنانيا معك سيادة النائب الياس حنكش في مسألة الترتيبات الأمنية التي يمكن أن يجري التوصل إليها بين حزب الله أو بين لبنان وإسرائيل عن طريق الوسطاء وعن طريق الضامنين. هل هناك مؤشرات ترصد فعلا على اتفاق إن لم يكن الآن ولكن اتفاق يحضر له؟ وما شكل هذا الاتفاق مع كل التطورات؟ ما زلنا نتحدث عن 10 كيلومترات أم فعلا تجاوزنا الأمر بكثير ويجب أن يذهب أو يشترط الإسرائيليون ذهابه إلى ما هو أبعد؟ كنا التقينا بآموس هوكشتاين في واشنطن مع وفد نيابي من بضعة أشهر، وكمان التقينا فيه من أسبوعين بلبنان، وكان في عنا وفد كنت أنا فيه ممثلا عن المعارضة. كل إذا بدك عصارة كل هالاجتماعات هي أنه هناك جهد كبير للوصول إلى ما يسمى دي اسكاليشن أو تخفيض التوتر على الحدود من الجهتين. وطبعا هناك عمل جدي للوصول لاتفاق يبعد المتصارعين عن الحدود بمسافة معينة. ولكن هل هناك السؤال هو هل هناك صفقة قبل فيها حزب الله من خلال وسيطه الرئيس بري، نعم أو لا؟ هذا الجواب مش من عندي. نعم. أما من ناحية لم تصلكم معلومات عمل حول رد حزب الله؟ نعم. لا ما عندنا معلومات، وبعتقد هذا رهن ايران شو بتقرر، مش حزب الله. وبالتالي اليوم كمان في خلينا نقول الجهد الامريكي هو اكثر لسحب هذا الفتيل، وهو همه اكثر المسافه عن الحدود اللبنانيه. وسمعنا كلام بقول انه الخط الليطاني هو خط غير يعني هيك بما انه جالس، وبالتالي في هناك بعد 2.5 كيلومتر عن الحدود إلى حدود ال 17 كيلومتر عن الحدود. بالتالي منه خط مستقيم بنقدر نعتبره خط، ولكن هناك شيء ما يحاك في الكواليس. نعم. لوصول إلى اتفاق لتراجع من الضفتين من الحدود. نعم. للوصول إلى هذا الاتفاق. سيادة النائب، الوقت المخصص المقابلة في الحقيقة انتهى، ولكن هناك بعض التصريحات المهمة التي كانت لافتة في حديث حسن نصر الله. سريعا سأذكر نقطتين وتعليقك سيادة النائب. أولا، نصر الله قال أطلقنا مسيرات من جنوب الليطاني ومن شماله. هل وصلت أي رسائل سياسية أو دلالات؟ نعرف أنه كان يتحدث عن عرض بعض تفاصيل العملية، ولكن كانت هناك رسائل سياسية؟ لا، بس بعتقد هذه إشارة واضحة أنه لا خطوط حمر ولا تحييد لأمن لبنان ولأمن اللبنانيين. متى الموضوع عم ينتشر أكثر إلى العمق اللبناني وعم نعرض أكثر وأكثر المناطق، ولكن حينما يتحدث عن الجنوب والشمال ما الذي يقصده بهذا الأمر؟ يعني جغرافيا عن أي منطقة نتحدث؟ ربما شمالا وجنوبا؟ ما بعرف، ما عندي معلومات، ولكن كمان هون إشارة
انه هو عنده صواريخ طويله الامد بعد اكثر، وانه كمان هذا الموضوع مثل كانه فخ ان شاء الله ما نوقع فيه، انه يعني يستفز اكثر اسرائيل لكمان ما يعود في ضوابط وما تعود هذه الحرب محصوره بالمناطق اللي عاده نعم. عم بيكون لسوء الحظ الجنوب والبقاع هن التارجت، ويصير اكثر واكثر بالعمق اللبناني. يعني للاسف عم نعرض اكثر. نعم، ولكن على ما يبدو لا يريد استفزاز إسرائيل. إلى الحرب. نصر لك كذلك قال إنه لم تكن هناك خطط أساسا لضرب مطار بن غوريون ولا وزارة الدفاع الإسرائيلية. على ما يبدو لا يريد استفزاز. نرجع للسقف يلي حكينا عنه، نعم. اللي رجعنا حكينا عنه من الأول. كمان بتحسي بمحل في سقف، هناك تناقض بكل شيء عم نسمعه. نعم. وأنا نائب بالبرلمان اللبناني ولم أشارك في قرار السلم والحرب ولم نناقش حتى، ومع أنه مضينا نحن عريضة ورفعناها لرئيس مجلس النواب لمناقشة الحرب، وكمان الحكومة لم تناقش هذه الحرب. نعم. إلا بفترات كثير قصيرة أو ردة فعل على يلي عم بيصير، بس مش أكثر من هيك. نعم. لهيك نحن خوفنا كثير كبير، ولهيك بدنا الجيش اللبناني فقط لا غير هو يستلم هذه الحدود. شكرا جزيلا لك من بيروت العاصمة شكرا. اللبنانية، كنت معنا النائب في البرلمان اللبناني الياس حنكة. شكرا.